السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة من برنامج حنكش مع نجم مصر ونادي الزمالك. لما بنتكلم عن النجوم بنتكلم عن الجيل الذهبي من بداية التسعينات لنهاية الألفينات. كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن محمد كمون، نورت الدنيا. ده نورك يا ناصر، وانا مبسوط جدا ان انا معاك، وان شاء الله تبقى فضفضه جميله جدا. نرجع ذكريات اللي حصلت في التسعينات ان شاء الله. معاك من أول التسعينات مرورا لحد 95 2005. تحكي لنا بقى الدنيا كلها ماشية ازاي. نبدأ بس يا كابتن كمونة. كابتن محمد كمونة، الاسم دايما عندنا في الدوري الممتاز توابل كتير وعندنا مم. حاجات حراقة كتير، ما بين شطة وكمونة وجبنة وكشري. نجوم كتيرة جدا كانوا دايما أسمائهم مش أسماء الحقيقية. إيه سبب تسمية كابتن محمد كمونة بهذا الاسم؟ في البدايه برضو يا ناصر، عاوز اقول لك حاجه. كان الاول طبعا انا من المنصوره، من طلخه. أحسن ناس. فطبعا كان الاول بيسموا اسمين للولد يعني. آه. العائله مثلا مثلا والدتي بتسمى على اسم الاخ، ووالدي بيسمى على اسمه الاخ يعني. بيرادوا الاتنين. بياخدوا الاثنين يعني. آه. فكان مثلا في الدراسه كان اسمي محمد، في الشارع وبلعب مشهور كمال. كويس. آه. وبعدين في ناس كانتش تعرف اسم محمد خالص. فكان في لعيب كان بيلعب معايا اسمه اشرف الشرقاوي. ده كان في بداياته صحفي صغير، بس كان عبقري بصراحه. فقال لي ايه رايك ما نعمل دمج بين الاسمين، بس انا اختار بدل ما نقول محمد كمال هنقول ايه، محمد كموله، محمد مش عارف ايه، لغايه ما وصل فضل يحور الاسم حول لحد الاسم ما لغايه وصل بقى محمد لكمونة. كمونه. وكتب مقاله عليا، وقال ان في لعيب اسمه محمد كمونه، لعيب في سمات طلخه في درجه رابعه، لعيب كويس جدا، يا ريت نادي المنصوره يشوفه يعني، يهتم بيه. يهتم بيه ويشوفه. فالاسم بدا يبقى رنان. فالاسم آه. بيبقى رنان، الناس بتيجي ايه تتفرج عليه. فاهم. وده طبعا من اسباب ان هو بعد ربنا سبحانه وتعالى شهرتي. انت خلي بالك، اسم الشهره بيخلي الناس تتفرج عليه او تسمعه يعني. يبقى في ناس ليهم دور، بيبقى طبعا ليهم دور طبعا. يعني بداية الكابتن ده أو الراجل ده اللي اتكلم عليك وحول لك من اسم من محمد أو كمان بقت محمد كمونة ورضا الاتنين، رضا البيت. اه طيب نبدأ بقى طالما اتكلمنا عن الاختبارات والدرجة الرابعة. بداية الاكتشاف كابتن محمد كمونة ومين اللي اكتشفه ووصلت اللي انت فيه النادي الزمالك ازاي؟ بص ناخد بقى من الأول. بص يا ناصر، انا يعني في الاول خالص كل واحد كان عارف امكانياته ايه. الحمد لله وانا صغير عارف ان امكانياتي كويسه جدا. تمام. كنت بلعب في الشارع مع ناس كبيره يعني، حتى في الدورات. يعني كنت معروف ان احنا كان بيبقى في الصيف في دورات على مستوى عاليه جدا، كانت سباعي. اه. فالحمد لله كنت انا مسمع جدا، وكنت الناس كلها عارفاني يعني. فطبعا الناس كتير قالوا لي لازم تروح اختبارات المنصوره. انا كان عندي فلسفه ان انا ما تروحش ما اختبارات. اروحش اختبارات. اه. ليه؟ لانك انت النهارده بتلعب في 11 لعيب او 8 لعيبه او 5 لعيبه او 6 لعيبه، الناس ما تعرفهمش، وكل واحد بيلعب لنفسه. مش هيبقى فيه انسجام. فبالتالي انت ممكن تكون لعيب كويس جدا، ولكن ما تنجحش. بس هي دي الطريقة الوحيدة في مصر اللي بيتم بيها اكتشاف اللعيبة. ده غلط. الاختبارات. ده غلط. اه. ده غلط. المفروض انا اعمل ايه؟ اه. ابقى اختبارات واجيب اللعيبه دي الكويسين اللي هو انت شايفهم كويسين، اه. وابتدي اديلهم دور فرصه تانية وثالثه ورابعه، وامرنهم تمرينه، وبعدين بعد كده اعمل مباراه وديه واشوف اللعيبه كلها. مظبوط. لكن احنا لا، احنا عندنا في مصر بالعربي كده سبوبه. انا النهارده عاوز اجيب فلوس، هعمل ايه يا ناصر؟ اختبارات. اختبارات وجدع واعمل ومش عارف ايه حتى الأندية الكبيرة حتى الدوري كله الممتاز كل كله. الاختبارات بص، سبوبة. محدش بيبص على حد الا من رحم ربي. يعني طب. انا بتكلم عليا انا. اه. في اختبارنا الزمالك لا، انا كنت بتفرج على لعيب مره واثنين وثلاثه. حتى ما لعيب يقول لي اديني فرصه يا كابتن، كنت اقول له تعالى، واكتب له في البتاع اقول له تعالى اشوفك تاني. ليه؟ لان في لعيبه عالميه، لعيبه كويسه جدا وبتظلم. واتظلم. انا اتظلمت في شايف. نادي الزمالك، جيت اختبارات نادي الزمالك ومشيت. يعني انت بدايتك اختبارات نادي الزمالك. اه طبعا. ما كانش فيه نصيب. لا ما كانش في نصيب. وانا احكي لنا الجدل. بقى على اختبارات اللي انا اللي هي البداية الحقيقية والاكتشاف الحقيقي عشان كل لاعب او كل ناشئ بيتفرج عليك دلوقتي يفهم ان الموضوع
ما فيهوش وسايط وما فيهوش الكلام ده، فيه مجهود بيتبذل. بص انا اقول لك برضو على حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. اتفضل. انا لما رحت نادي المنصوره لقيت الاختبارات خلصت. لقيت ايه اختبارات ايه؟ حراس المرمى. اختبارات حراس حراس مرمى. المرمى اه. كان الكابتن سطوحي. فدخلت الاختبارات فنجحت. فاداني ورقه استمر ان انت نجحت. اللي انا نجحت وتعالى يوم كذا. تمام. كويس. فكنت انا في الاعداديه بنين في طلخه. كان عندي 6 7 لعيبه بيلعبوا في نادي اسمه طلخه. فقالوا لي ايه يا محمد، ما تيجي يا محمد نروح مع بعض، بنمشي مع بعض في وسط المزارع كده وبنوصل نهرج مع بعض ونضحك مع بعض ونوصل نتمرن. واحنا كلمنا المدرب كابتن عبد السميع ابو حسين عليك، والراجل قال ايه هاتوه. اه، يبص عليك بقى. المهم رحت معاهم. نزلت التمرين. والله يا ناصر عاوز اقول لك حاجه، دقيقتين بالظبط. ده الكشاف الحقيقي. بص دقيقتين. اه. قال لي يا ولد اطلع بره، العامل هيديك وجبه تاكلها واستناه. وكانت وجبة الخير. الحمد لله. الراجل عينيه، بص الراجل ده كان هم مكتشف. دول الكشافين اللي جابوا لنا النجوم اللي زي حضرتك. كمان يا ناصر كان بيعامل اللعيبه كلها معامله اب، احنا مفتقدينها. انا النهارده بحس ان المدرب يهتم بشويه لعيبه الاساسيين والباقي لا لا. انت اب، انت تعتبر اب للعيبه دي. لو انت حتى لو لعيب ما بيلعبش، لا انت لازم تتعامل معاه معامله كويسه جدا عشان انت هترجعه تاني وهيبقى كويس. فاهمني؟ تم اكتشافك تم. خلاص، شافك ابو حسين واقر. ايه اللي اتعامل معاك بعد كده؟ اتعمل بقى ان هو بيت اول مباراه كنا بنلعب دمياط. كنت على 14 سنه وكنت بلعب ناحيه اليمين. بص كل اللي بقابله كنت بعدي منه برقص وجبت جولين. كان مين اللي بيتفرج علينا؟ الفريق الاول نادي اسمه الطلخ. عاوز اقول لك بعد المباراه كل الفريق الاول قاعد يحضني وقاعد انت لعيب كويس وانت مش عارف ايه، واهتموا بيا جدا جدا جدا. بعدها بقى خلاص انطلقت لعبت ناشئين نادي سمات الطلخ، بعدين لعبت فريق اول. وبعدين زي ما قلت لك احنا الحمد لله كنت بسمع من اول الناشئين لغايه الفريق الاول. فبدا كان معانا في الفرقه اخو الكابتن ميمي بدير، وده الله يرحمه. الراجل كان جامد جدا. لا هو يعني راجل كان جامد جدا. كان بيلعب في منتخب مصر مع دفعه الخطيب وفاروق جعفر وسعد سليت والناس دي. فقالوا ده عندنا لعيب كويس قوي اسمه محمد كمونه، لعيب كويس قوي وانا شايف ان هو هيفيد نادي المنصوره يعني. الراجل مشكور. يبقى ده تاني اسم في حياتك له دور. طبعا بصراحه كابتن، بس الاسماء دي كلها هنحتاجها. كابتن ميمي بدير وهو اللي عمل مباراه كانت ال 20 سنه، عمل مباراه ضد سمات طلخه. وكان حسن الحظ ان انا كان مدير قطاع الناشئين كان الكابتن حسن مجاهد. كابتن حسن مجاهد علامه، ده علامه من علامات الكره في مصر. هو الراجل ده ما خدش حقه يعني ربنا يرحمه، يعني ما خدش حقه في الكوره يعني، لان كان حاجه كبيره جدا وعامل جيل محترم جدا. فجيل المباراه ولعبت المباراه ده. عاوز اقول لك حاجه يا ناصر، يمكن دعوه والدتي ووالدي واخواتي وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، عملت مباراه عالميه. جبت هدفين وكنت كنت اعملها كده تروح، اعملها كده تروح، كانت ماشيه. كان في دعاء بقى بالليل، دعاء من فضل ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك حاجه دعت لي. انا من نوعيه يا ناصر حتى وانا بلعب ما بقاش قلقان، ما بخافش الا وانت نازل المباراه. دي اللقطه، ده اللقطه وانت نازل وانا نازل المباراه ابقى قلقان شويه. لكن اول ما بلعب كره حلوه خلاص انا طول عمري بعود نفسي. اول ما المباراه تبدا لازم العب بص صح، تاخد الثقه عشان اخد ثقه. وانا بقول لك كده للعيبه الصغيره، اه اول ما تبدا المباراه لازم العب باصه صح، او تقطع وتسلم تخش في المباراه وهتعمل مباراه كويسه جدا. لكن لما تاخد الكوره تقطع منك مره واثنين تفقد الثقه، هتفقد الثقه في نفسك. الجمهور يزوم عليك بعد كده، وتحس ان انت مش يومك بس. فاهمني؟ فالحمد لله يعني الكابتن حسن مجاهد اتكلم مع نادي سمات طلخه. وسمات طلخه قال انا عاوز 12000 جنيه. 12000 جنيه يا ناصر مبلغ كبير جدا. سنه كام يا كابتن؟ 92 كان المبلغ جامد جدا. فقال لا بس كتير، لازم النادي المنصور قال كتير وبتاع الكلام ده.
فطبعا كان في مدرب كابتن بلبل بيومي كان شغال في سمات طلخه في المصنع، ويعرف عبد الظاهر ومحمود عبد الفتاح، لعيبه كويسه عبد جدا. الظاهر السقا ومحمود عبد الفتاح اللي هو النجم الاعلام دلوقتي وموجود في فطبعا قال لك خلاص احنا هيبقى ايه، هناخد الاثنين اللعيبه دول الصغيرين دول مع الكابتن مع صفقه مع 12000. 12000 يعني في الاساس كابتن محمد كمونه هو الصفقه الاساسيه العقد، الاساسيه ومعاهم الكابتن عبد الظاهر السقا حاليا دلوقتي كان محمود عبد الفتاح. ومحمود عبد الفتاح. الاثنين دول كانوا بيلعبوا ناشئين. عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر ونجم الاعلام. كان ناشئين، هما الاثنين لعبوا ناشئين، وانا لعبت فريق اول كويس. وبعدين عبد الظاهر ربنا كرمه بقى كويس فطلع معانا فريق اول، فمن ساعتها وانا ساعدته في الفريق الاول، وهو كان مبشر بالخير، كان لعيب كويس جدا. يعني انت استقبلته؟ كان ليبرو استقبلته في المنصوره، وهو كان هو يعني احنا اللي مربينه حتى كمان في سمات طلخه يعني بدأ معاك مشوار من البدايه كابتن عبد الظاهر. بس هو كان اصغر مننا، كان اصغر وفي نفس الوقت ما كانش لسه بالشهره كان لسه مش معروف، لكن هو الولد كان مبشر. كان من الليبرو كويسين، وهو لعب صغير معانا فريق اول، يعني لعب مع الجيل بتاعنا يعني فاهمني. هو خد الفرصه وكان بدا يبقى كويس، لكن محمود عبد الفتاح لعب كويس قوي 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 قوي، لكن طبعا الفرصه ما ظبطش. هي نصيب سبحان الله. فرص. يبقى الخطوه اللي بعديها بقى خلصنا منصوره وبدانا نلعب للمنصوره. نيجي نقول بقى الجيل الذهبي للمنصوره والفتره اللي انت دخلت فيها منتخب مصر. لا ده انا احكي لك بس. اول ما انا رحت نادي المنصوره، انا عايزك تحكي براحتك. انا اول ما بس السؤال انا لما رحت نادي المنصوره انت رايح لهم درجه رابعه صح؟ لدوري الممتاز. فرقه نادي المنصوره نزلت من الدوري الممتاز، نزلوا هبطوا يعني. تمام. فبالتالي انت رايح للعيبه جديده، لعيبه نازلين من الدوري الممتاز، لعيبه معروفين. فطبعا الجمهور كان بيقول لك ايه اللعيب اللي انت جايبينه من الدرجه الرابعه ده، احنا نازلين من الدوري الممتاز واحنا عاوزين نصعد، محتاجين لعيبه ممتازه، لعيبه تقيله يعني، لعيبه جميله جدا. فكان في ماتش ودي عملت مباراه جامده جدا يا ناصر، والناس كلها قالت لا ده حاجه جامده جدا ولاعيب جامد جدا، وبداوا اقتنع الجمهور اقتنعوا بيا كموني طبعا اقتنعوا بيا وبداوا يتكلموا بقى يعني بداوا يتكلموا. لا طبعا هم عندهم حق ان انت فرقه نازله من الدوري الممتاز وفيها نجوم، فانا محتاج نجوم تقوم. عشان كده انا بقول يا جماعه انت ممكن تكون في درجه رابعه او درجه ثالثه، لكن عندك دافع قوي جدا ان انت تثبت نفسك، ممكن تلعب حتى لو مع لعيبه منتخب مصر، بس اهم حاجه تبقى مقتنع بنفسك، في طموح في عزيمه وفي اصرار طبعا وتبقى انت مقتنع بنفسك ان انت لعيب كويس وما تخافش. ان ما كانتش عندك انت الثقه بنفسك ما حدش هيثق فيك. برافو عليك برافو. وده اللي حصل. ان هي برضو ادتني قوه كبيره جدا. بعدين كمان ما بدانا الدوري كنا بنلعب مع فرقه اسمها قحافه في طنطا، كان عندنا في المباراه في المنصوره اول بدايه المباراه. تمام. كسبنا المباراه دي 9-0. 9-0 لكن الكابتن زاهر كان هو المدير الفني، قعدني بره ما لعبنيش، ما بداش ليا يعني، وانا كنت زعلان يعني. لكن انا من النوعيه ممكن اكون قاعد بره بس ازعل، لكن اول ما المباراه تبدا جاهز بركز، ممكن انزل في اي وقت بركز. ما بقعدش بقى ارغي وازعل ولا خلاص. الحمد لله نزلت الشوط الثاني. عاوز اقول لك حاجه نصر، جبت جون عالمي، كره جات لي من نص الملعب، رقصت 1 و2، لعبتها لاشرف الماحي لعبها لي تاني 1 2، قمت عاملها بشمالي في الزاويه البعيده، جون يعني، جون عالمي يعني. بعدها بقى خلاص انت بقيت كمونه بقى نجم المنصوره خلاص. وبعدين جالك بقى بعد الفتره دي جالك اللعيبه الصغيره اللي هم طالعين بقى، اللي هم الجيل الذهبي، اللي هو داوود نصر طلع بدا يبقى يظهر، ابراهيم حسن، ياسر تحسين، ياسر عبد الواحد، كل دي نجوم كبار جامدين خلاص. انت بقيت خلاص خدت عليهم وبدا خلاص. ومعانا بقى مدرب بدا بينا، وانا بشكره برضو. دي ثالث شخصيه اللي بقول لك عليها، ممدوح عبد العظيم. ده اول واحد درب محمد كمونه في نادي المنصوره. بعد ده وفاء منك يا كابتن انت تذكر اسمائهم. بص انت لازم تذكر على كل اللي هو ساعدك، لان هو الراجل كان مقتنع بيك يا ناصر. ايوه، ما دام مقتنع بيك هيديك فرصه. خلي بالك هي ما فيهاش واسطه، لا ما فيهاش. انت هو بيديك فرصه، وانت في الاول والاخر انت اللي بتعمل
كارير لنفسك او ما تعملش. انجاز المنصوره بقى، عايزين نتخطى الموضوع ده ونروح للقطه المضيئه اللي هي خاصه بكاس مصر والجيل الذهبي، وعمل نتائج في اسبوع مع الاهلي والزمالك، كسب الاهلي وكسب الزمالك. عايزين اللقطه ديت والعرض بقى اللي هيبدا يجي لك. بص، هو طبعا كان معانا مدير فني محترم جدا وجهاز محترم جدا، هو الكابتن حسن مجاد. حسن مجاد عنده حاجه كويسه قوي يا ناصر، الله يرحمه. الله يرحمه حسين، ان هو طول الوقت بيديك حماس، طول الوقت بيكلمك يقول لك انت لعيب كويس، انت لا تقل عن لعيبه الاهلي والزمالك، انت زيه بيديك زيه. باور وانت ودفع باستمرار. كان بيعمل لنا محاضره قبل أيوة. المباراه بالليل، ومحاضره قبل المباراه بربع ساعه ونص ساعه، ودايما تحفيز، دايما انت لعيب كويس، هم مش احسن منك، انت كذا وانت كذا وانت كذا. بيخليك تنزل المباراه الملعب فجر الناس دي نفسك. مش شايفها. انت يعني انا أحسن منهم. عمري عاوز حاجه بس، عمري ما اتصورت مع نجم في مباراه، لان انت شايف لان نفسك انا شايف نفسي ان أحسن. انا مش احسن زيه زي هو، ما بالظبط. يقلش ما يقلش عنه. بحترمهم كلهم، اه ولكن انا حاسس بنفسي من الشحن اللي الكابتن حسن بيعمله، فاهمني؟ بيوصلك لمرحله ان ما- انت زيهم بالظبط. انت بس محتاج انت نجم الفرصه، برضه. برافو عليك، انت محتاج الفرصه اللي انت تبقى زيهم تثبت واحسن، نفسك. فاهمني؟ فطبعا لعبنا مباراه نادي الزمالك في دور الثمانيه كاس مصر. كاس مصر، كنا خاسرين يا ناصر لغايه الدقيقه 38 من الشوط الثاني خلاص 2-0. باقي 7 دقايق. 2-0 الراجل طبعا الشوط الاولاني خسرنا 2-0. دخلنا الاوضه، كابتن حسن عمل محاضره وبدا يزعق، وانتوا لعيبه كويسه، وانت لازم ان هنتعادل وهنكسب وانا مش عارف ايه، قاعد يحمسك لغايه ما عمل برضو الحاجات اللي هي احنا كنا ما كناش بنضغط على لعيبه نادي الزمالك، كنا سايبينهم يلعبوا براحتهم يعني. الراجل اتكلم في محاضره. الشوط الثاني نزلنا عملنا شغل كويس جدا. وفي حاجه برضو غريبه حصلت، ان الكابتن علاء نبيل كان بيتفرج هو كرول على المباراه دي بدايه منتخب مصر. كان بيتفرج على المباراه. لا انا عاوز اقول لك ان انا ساعتها كنت رحت المنتخب، معسكر، والراجل قال لك ايه، انا هتفرج عليكم في ماتشات يعني الدوري واحط بقى اللعيبه اللي هتبقى معانا. فالراجل جه اتفرج علينا، من حسن الحظ كان موجود. لا هو الراجل كان ما كانش بيسيب ولا مباراه. فطبعا عندك المنصوره والزمالك ونبقى دور 8 وماتش جامد، الجمهور كتير قوي. الراجل اللي ادى كابتن علاء نبيل يقول له يا كابتن مستر يلا نمشي، قال له المنصوره هيكسب دلوقتي. ده توقع قال لك المنصور والله هزيمه الزمالك. كابتن علاء نبيل حي يرزق قال حكى الموضوع ان الراجل ده كان واثق في لعيبه المنصوره لاعلى مستوى، وكان عارف ان لعيبه المنصوره عندها لياقه بدنيه عاليه جدا، ولعبنا لاخر دقيقه لغايه في الدقيقه كام، في الدقيقه 40 42 احنا تعادلنا 2-2 بهدفين تامر بجاتو. اللي بعديها راح الاهلي بعدها في صفقه كان معايا. فلعبنا بقى وقت اضافي. كان طبعا سبب من اسباب برضو خساره نادي الزمالك كان الكابتن اسماعيل يوسف، طبعا كان اتصاب ساعتها. كان بيلعب في المباراه دي، وطرد منهم طلعت منصور، فلعبوا ناقصين. وطبعا خروج اسماعيل يوسف كان احسن ديفندر في الزمالك فكك. احسن ديفندر في مصر يعني بلا جدال في الوقت ده. اسماعيل لا هنتكلم عليه، هو جاي برافو عليك. هنتكلم فعامل شغل كويس جدا. فطبعا اتصاب وطلع منهم واحد، احنا مسكناهم بقى مع ان اتعادلنا بس احنا استحوذنا. خلاص انتوا رايحين للفوز. المهم لعبنا ضربات جزاء، ضيع حازم وضيع عفت نصار، واحنا ضيع عندنا ايمن محب، وانا الحمد لله ربنا كرمني وجبت ضربه الجزاء الاخيره وكسبنا المباراه. بعدها بالاسبوع اللي بعده نقابل الاهلي. لعبنا بقى في الدوري الاهلي. عليك ان تتخيل بقى اما احنا كسبنا الزمالك وطلعناه من دور الثمانيه، رحنا لنادي المنصوره، جمهور استقبال الفاتحين يعني. وبعدها باسبوع الاستاد مليان. انت بتلعب مين؟ انت بتلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان احسن فرقه في مصر، كان هو والنادي الزمالك كان جامدين جدا. كان داخل معاهم برضو الاسماعيلي. بتلعب مباراه قويه جدا ضد النادي الاهلي وتكسب 1-0 بهدف تامر بجاتو، وبتكسب في اسبوع
عمالقه الكوره في مصر، الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك. في دوري وكاس. فده خلى شهره كبيره جدا لنادي الزمالك، وخلي الزمالك يبقى 100. خلصنا موضوع كاس مصر وفوز المنصوره على الاهلي والزمالك في اسبوع واحد، وبدا الكابتن محمد كمونه شروطه تزيد والنور ينور. عايزين بقى نعرف دخولك منتخب مصر وعرض الاهلي، عرض الاهلي عليك واسراره وخباياه، وانا عارف انت عندك كتير ده طبعا. ما اتقالش في التلفزيون قبل كده. بص يا ناصر، عاوز لك حاجه. لما يكون مدرب اجنبي مقتنع بيك، مقتنع بفرقه المنصوره، ساعتها خد 4 لعيبه لمنتخب مصر. اعوذ بالله من كلمه انا، وطارق النجار، تمام. وسيد البشبيشي، وداود نصر. كان مقتنع بينا قوي 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 قوي. في لقطه حصلت، ده ما تحصلش الا من مدرب اجنبي. كنا بنلعب الترسانه في السكه الحديد، والماتش ده احنا تعادلنا، بس كنا عاملين ماتش جامد جدا جدا. وبعدين اللعيبه دخلت المعسكر واحنا اتاخرنا شويه، ورايحين بقى المعسكر في الاولمبي بتاع مركز الاولمبي، المركز الاولمبي في المعادي. معاك. واحنا داخلين، ان الراجل يكون قاعد على ترابيزه الاكل، يقوم يقابلنا بره بنفسه واحنا داخلين، ويسلم علينا وياخدنا بالحضن ودخلنا مع اللعيب. حاجه كبيره جدا. الراجل محترف، رول معروف. عاوز اقول لك حاجه، انا بعشق الراجل ده من بعد ربنا سبحانه، بعد طبعا الناس اللي احنا حكينا عليهم. هو ده يمكن ثالث شخصيه او رابع شخصيه. واداني فرصه كبيره جدا انه يقابلنا ويتكلم عننا كويس جدا، ويخليك لاخر لحظه اساسي في منتخب مصر. لا، يبقى الراجل ده حاجه صعب قوي لاعب يبقى من نادي اقاليم ويدخل منتخب مصر من بوابه غير الاهلي وغير الزمالك. برافو عليك. طبعا هو خدنا لدوره في جنوب افريقيا. ماتش بتاع كانت دوليه وديه. المهم اول مباراه كان مع زيمبابوي. وبدا بيه. انت رايح برضه يا ناصر، معاك لسه جديد عمالقه. وانا ببص كده يا كابتن، معلش، ابص كده الكاس على يميني، ابص كده حازم على شمالي، ابص كده هاني رمزي، ابص كده سمير كمونه. عمالقه طبعا، عمالقه، فاهمني؟ الواحد منهم كيان. سامي الشيشيني، محمد صبري، ابو جريش، ناس كبيره، نجوم مصر في كل الانديه. برافو عليك. والراجل ده كان عامل فرقه كويسه جدا. المهم قام قال التشكيل وقال محمد كمونه هيبدا. فانا اتخضيت، عملت كده، قام باصص لي كده، قام قال لي قال لك اجمد. لا قال لي انت لو مش لعيب كويس مش كنت اخترتك. ما كنتش ضمنك. وانت لو لعيب مش كويس مش هتبقى موجود مع المنتخب هنا. ده الكلام النهائي، ده فرصتك. اقسم بالله يا ناصر، نزلت عملت مباراه جامده جدا. مسكت في الفرصه. خلاص، هو قال لك فرصتك وانت مسكت في الفرصه. خلاص بقى، اداني فرصه كبيره جدا. وخدني طبعا كاس افريقيا 95. يعني عارف يعني ايه لعيب من الاقاليم يبقى اساسي في كاس افريقيا، ويلعب اساسي من ضمن 4 ماتشات تلعب فيهم 3، ومباراه كنت انا اتصبت في التمرين. يبقى انت الراجل مقتنع بيك. اكيد. كويس. والراجل الاجانب ما فيش حاجه اسمها لا ما فيش مجاملات. ما فيش مجامله. لا. انت كويس هتلعب. مش كويس مش هختارك. فبالتالي الراجل ده بعد ربنا سبحانه وتعالى كان عامل باور ليا بطريقه كويسه جدا. لعبنا، رحنا المنتخب، عملنا شغل كويس جدا. لكن المنتخب ده كان من احسن المنتخبات يا ناصر اللي لعبت كوره. ده منتخب اعتقد بطوله افريقيا 96 96. ايوه، اللي هي قبل البطوله اللي احنا خدناها بتاع الجوهري، كابتن الجوهري. والنجوم برضو بقايا النجوم دول مع نجوم جديده. الخساره ليه؟ الخساره، ما انا قلت لك، انت النهارده كان ساعتها رمضان موجود، شهر رمضان في كاس الافريقيه، وانت كنا احنا بنصوم 14 او 15 16 ساعه. ولعبتنا بصراحه لا، اللعبه كلها بتصوم لدرجه ملتزمين، لدرجه ان الراجل قال لك ايه، انا لازم اصوم معاكم عشان احس بيكم، عشان لما اجي احط تمرين ابقى حاسس بيكم. كانش بيرضى ياكل يشرب قدامكم ابدا. وكان اول واحد لما بيقول الله اكبر كان بينزل ياكل معانا. فحس بيك، حس انت هو درس المجتمع المصري. برافو عليك. ونجح يبقى متاقلم معاه. برافو. تمام. حاجه تانية،
الراجل ده كان بيعامل كل اللعيبه على سواسيه، ما كانش في لعيبه طبعا كبيره جدا كان بيعاملهم كويس، لكن بيعامل اللعيبه كلها زي بعض، فبالتالي ده نجاح للراجل. فانا زي ما بقول لك احنا كنا كسبنا انجولا 3-1، اه الفرقه الوحيده اللي كسبت الفرقه المنظمه جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، اه فاهمني؟ كل الكابتن علي ماهر برافو عليك. اعتقد. ايوه لا كان الكاس كانت فاول، وحازم لعبها للكاس، الكاس عملها بسن رجله جول. علي ماهر. علي ماهر جاب جاب جونين في انجولا. في انجولا ممكن فاهمني؟ اه وبعدين كده بقى بنلاعب بتاع غانا. غانا الفرقه دي كانت قويه جدا، كانت غير اللي قويه. احنا بنشوفها دلوقتي، ما كانت هو اقوى من بص يا كده. ناس، ما هو اللي حصل ايه الناس ما م. تعرفش، اللي حصل ان انت الشوط الاولاني انت بتلعب فايف، وانت بتلعب مع فرقه، انت بتلعب الساعه 4 وفرقه كلها فتره، اه وانت عامل الشوط الاولاني جميل جدا وكسبان 1-0، الجون سابر كامولا شوطه من بعيد. الشوط الثاني انت فطرت بين الشوطين، ففطرت ايه؟ شربت ميه، حاجات بسيطه. شربت ميه اه وكلت حاجه بسيطه، ايوه فالمخزون بتاعك قل. فهم احنا خلاص احنا وقعنا بدنيا، انت كنت صايم كذا كذا ساعه. الشوط الثاني كان في ضغط كبير جدا وبقى في لعب كتير كبير جدا وجري كتير جدا، احنا وقعنا. خسرنا كام؟ 3-2، يعني احنا كنا كسبانين. برضه عملت بطوله روعه يعني. ما انا بقول لك لا، م. كانت مجموعه لعيبه جامده كان جدا، لها اسبابها اسباب بس كبيره الحمد قوي. لله اللي انتوا كنتوا صايمين، اه والحمد لله ارجع واقول لك رضيت ان ربنا قبل لعيبه كل حاجه. المنتخب دي اللي خد بها الكابتن جوهري 98. 98 اه هم خد بعد دعم، هو خد بعد. جهز له فريق قوي جدا قبل طبعا ما يمشي. طبعا. طيب ننتقل بقى للعروض، ودي تهمني قوي. كده كابتن كمونه موجود في نادي المنصوره، موجود في منتخب مصر. عرض الاهلي والمصري، وايه العروض اللي جت في الوقت ده، ونحكيها كده للناس ونفضفض بقى، لان دي الناس عايزه تعرف الكواليس. كنت انا في المنتخب المركز الاولمبي، فكان مين اللي موجود بيورد الاكل المركز الاولمبي المنتخبات؟ الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ خالد مرتجي اللي هو عضو عضو مجلس اداره دلوقتي حاليا اه. الاهلي. فانا ما كنتش اعرفه، فقال لي يا محمد كابتن ثابت البطل عاوز اقعد معاك. فقلت له اهلا وسهلا. قال لي خلاص هيجي بكره هكلمك تيجي تقعد معاه في الاوضه، وكابتن عاوز اقعد معاك. فقعدت معاه، كابتن ثابت جه قعدت معاه، شخصيه لا كابتن ثابت البطل لا قوي جدا، حتى اولا في اللعب وحتى في شخصيه، الاداره لا كل اولا حاجه. ناصر شخصيه امم وهيبه. والتزام وهيبه. جابوا اه قال لي يا محمد انت لعيب كويس، والراجل هولمان عاوزك وانت بالاسم. قال لهم انا عاوز رقم 12، كنت بلبس ساعتها كنت في المنصوره رقم 12، رقم 12 لان لعبت نهائي كاس مصر معاهم وكنت عامل شغل كويس جدا، وهو الراجل متابعني. قال لك لا انا عاوز اللعيب ده لان اللعيب كويس جدا. حتى قال لي مقوله غريبه قوي الكابتن ثابت، قال لك ان الراجل هولمان قال لهم يا جماعه انا عاوز محمد كمونه ده، ولو جه محمد كمونه انا مش عاوز رضا معايا. يبقى في وجود كابتن محمد كمونه لو اتوجد في نادي الاهلي ومضى وانتقل من المنصوره للاهلي، كابتن رضا عبد العال هيمشي. مش ما كانش هيبقى موجود. خلاص. لكن ساعتها كان الكابتن رضا ما كانش بيلعب كتير قوي، كان في اصابات، فالراجل قال لك لا انا عاوز رقم 12 ده لعيب كويس جدا. اللي هو مركز 8 و6 اه اه الثابتين، اه اللي هو يعني يعمل لا واجب الناس ما دفاعي. تعرفش كمان يا ناصر ان انا ما كنتش بلعب الا 10 وجناح يمين او شمال. كان لسه ما اتوجدش لا المركز مش بتاع مش نص مش ما الملعب. توجدش، انا اه لما جيت لا لعبت كنت انت ما لعبتش في نص لا الملعب. لا اه انا كنت في المنصوره يا اما جناح يمين، يعني مثلا طارق النجار يلعب ناحيه الشمال انا بلعب اليمين، ابراهيم حسن يلعب ناحيه اليمين بلعب بالشمال كويس، وساعات بخش لجوه ابقى 10 كويس. الراجل كان عاطلنا براح كبيره جدا الكابتن حسن مجاد، بس اهم حاجه الكره اتقطع منك بترجع نص الملعب بتدافع. تمام. فده اللي تخلي هولمان عايز نمرة والحمد 12 محمد كمون. والحمد لله كنت بشوط بشمالي ويمين، يعني كنت حتى في ناس ما تعرفش ان انا مش اشول يعني. تكملة الصفقة. فالراجل قعد معايا وقال لي خلاص الناس عاوز تقعد معاك وبتاع الكلام ده، وانا بقول لك اهو في مباراه بين الاهلي وجمهور شبين هنخلصها وهنقعد معاك
نوريك تمضي ونقول لك اللائحه ونظبط. واللي ليك واللي عليك والعقد، وعشان كده الاهلي منضبط جدا في لا في الموضوع الحاجات ده، دي، لا في الحاجات دي، بيفهمك اللي ليك واللي عليك. في الحاجات دي كويس جدا. قلت له يا كابتن ثابت انا ليا سنه في عارف. المنصوره الله يرحمه، مش عاوز حد يعرف، لان لو حد عرف هتبقى مشكله بالنسبه. قال لي مالكش دعوه، احنا في الحاجات دي ما تقلقش، وهنخلصك وقعت وفي سنه لسه موجوده وهنخلصك في المنصوره في مالكش عقد دعوه. نادي المنصوره. هنخلصك في المنصوره مالكش دعوه. قلت له ماشي. جه خلص المباراه، جه كابتن رضا عبال جاب الجون ده بقى كسب 1-0 وكان في اخر دقيقه 2-1 يعني. فقابلت الكابتن ثابت بره، انا وعصام الحضري. عصام الحضري كان قاعد معايا في الاوضه، كان لسه في دمياط وكان قاعد معايا في الاوضه، فرحنا قعدنا معاه مع كابتن ثابت في المعادي في الشقه بتاعته. الراجل برضه قعد يقول لك هتاخد كذا واللائحه، وقعد يكلمني وبتاع مش عارف ايه. دور عصام كان ايه في الموضوع؟ عصام الحضري في عصام كانوا مكلمينه ان هو هيخلصوه برضه، وكان موقع، كان شبه هيوقع بعدي يعني. وهو عصام كان قاعد معايا في الاوضه. يعني عقد عصام ساري مع دمياط وعقدك ساري مع المنصوره لمده موسم، كان باقي موسم. كان هم هيخلصوني وهيخلصوا عصام، ومش دورك انت تمضي بس. لا خلاص. بس انا اللي انا قلت لهم ان انا يا جماعه، انا لو الناس عرفت ان انا مضيت هيبقى في مشكله، هتبقى فيها مشكله. هيبقى في وقت. ثابت البطل قال لي ما تقلقش بتاع مش عارف ايه الكلام ده. المهم رحت انا جنوب افريقيا، فلقيت ايه مكتوبه لسه فاكرها لغايه دلوقتي في الاهرام العادي: محمد كمونه يوقع النادي الاهلي 60,000 جنيه في السنه. ده تسريب بقى حصل، تسريب. مع انك كنت انت بينك وبين الكابتن ثابت البطل وبين عصام الحضري وكابتن ثابت البطل الله يرحمه مفيش حد. التسريب ده تم ازاي؟ سمعت بعدها بقى ان كان في مفيش استلطاف بين كابتن ثابت والكابتن عادل القيعي. كان ساعتها الكابتن عادل القيعي هو مدير التعاقدات. كابتن كانش في ود ما بين الكابتن ما بين كابتن ثابت هو اللي عامل اللي عامل البتاع ده. فطبعا اكيد اتسربت المعلومه. فطبعا في الغالب المهندس عادل القيعي اللي سربها اكيد طبعا. لان ما فيش ود ما بين كابتن ثابت وكابتن عادلي، يبقى انت هتعمل صفقه من ورايا وهتعمل صفقات وانا مدير التعاقدات. صح. لا، لان كابتن ثابت كان هو اللي بيخلص. كابتن ثابت زي الكابتن الخطيب دلوقتي هو اللي بيرفع السماعه وبيخلص. انا عاشرته كده، ما بحبش الرغي كتير. ليك ايه وعليك ايه وهتاخد ايه وهتعمل ايه. وقال لي مالكش دعوه، انا قبل ما البتاع ده هكون مخلصك و100 100. هو كان اسمه ثابت البطل، ثابت وبطل. المهم كنت انا في جنوب افريقيا، وكنت طبعا الفندق كنت عاطي الرقم لاخويا وبتاع لاهلي يعني عشان يطمنوا عليا ويتصلوا بيا. قال لي يا ابني انت مضيت الاهلي ليه؟ ده في مشكله، ده الدنيا قايمه في المنصوره، في مشاكل خربها يا عم. قلت له لا ما مضيتش. قال لي يا ابني اسمع الكلام، خبر اتسرب. المهم كلمت كابتن ثابت من هناك، قال لي مالكش دعوه، ما تقلقش بس مع المنتخب. قال لكم المنتخب ركز انت، وعاوزك تعمل بطوله حلوه وتبقى 100 100 ومالكش دعوه. المهم رجعت بقى، خلصنا ورجعنا. طبعا نادي المنصوره وقفني، حصلت مشكله. وبعدين كابتن ثابت البطل حاول واتكلم معايا وبتاع الكلام ده، وبعدين في الاخر ما حصلش نصيب. قال لي يا محمد خد العقد اهوت. شوف لي رمز الله يرحمه. خد العقد اهوت. هو الاهلي حلو في انا مش عاوز اذيك يعني، خليك تمضي عادي. مش هتتاذى من ناحيتنا يعني، لا في احترام ثابت. بص انت اتكلمت مع، انت بتقول ثابت وبطل. اتكلمت مع شخصيه محترمه جدا، شخصيه في ناس تانية مش قياديه. في شخصيه قياديه، شخصيه راجل معاك من اول دقيقه. كويس يعني مضيت، طب خد ورقك عادي يعني. برضه لما حس ان انت في مشكله فعلا، ودي حصلت مع بعدها بقى. انا احكي لك بعدها. كابتن عبد القيعي عم متصل بيا قال لي محمد ابعت لي صوره من العقد بتاعك، اللي هو صوره العقد المنصوره، عشان يشوف الثغرات ويشتغل عليها. عاوز بقى من ناحيه، بس هو اللي يجيبك بقى مش كابتن ثابت. فقلت له يا كابتن لا خلاص، انا مضيت في المنصوره خلاص، مضيت في المنصوره خلاص. ودي كانت واقفه منك لنفسك خلاص. انا تعمل لنفسك شخصيه. لا خلاص. فانت قفلت خلاص. انت ما عرفتش تخلصني او في حصل مشكله. فانا خلاص النادي المنصوره قعد معايا وقال لي هنجدد معاك وهنظبط الدنيا بس مش عارف ايه. المهم كان عندنا نهائي كاس مصر مع النادي الاهلي، وبعدها حسن مجاهد قعد معايا، كابتن حسن مجاهد، وكلمنا في الفلوس ان احنا نجدد وبتاع الكلام. المهم انا ما يعني كان اتفقنا على 50,000 جنيه، 50,000 جنيه في 3 سنين. ايوه
بس انا كنت راضي، يعني انت بتلعب برضه في نادي برضه المنصوره. بلدك. المهم الكابتن حسن طبعا لقى ايه الدنيا، فقال لك لا 25. قلت له يا كابتن، الكلام ده ما ينفعش. كابتن حسن لو سمحت، انت جايب اشرف عبد الرشيد ب 100,000 جنيه وده حارس مرمى، وانا منتخب مصر، مش معقول انا امضي ب 25,000 جنيه. لا قلت مش له ما مبلغ ينفعش. يعني. قال لي هو ده عندي. قلت له شكرا سلام. كنت طب ساعتها بقى نصر. اه عاوز اقول لك على حاجه. انا عايز احكي حاجه اتفضل. ما تسيبهاش، لان دي اه كانت جديده بالنسبه لي. اللي الحاج سيد متولي في المصري كلم حماتك، وما اتصل كانش بيا. عارف يجيب، انت عارف بقى ما كانش فيه اه موبايلات والكلام ده. فايه اللي حصل والانسر ماشين والحاجات دي؟ ما انا اقول لك برضه اه ناصر ساعتها كنت انا متجوز جديد، وطبعا اكل عيشك من الكوره. هاي بس مفيش الا كان هو اللعيب معايا الوحيد. 28 لسه كنت جايبها، فطبعا انت توقفت، نادي المنصوره وقفك، فانت خلاص قطع عيشك، خلاص قطع. فكنت بفكر ابيع العرب. ابيع العرب. مش الا هي. ما فيش الا هي، ما هتعمل ايه؟ فاهمني؟ فسبحان الله يجي لي تليفون من عند ربنا، السكرتير بتاع كابتن الحاج الحاج سيد سيد متولي. متولي الله يرحمه، اه المصري. المصري. اه يا كابتن الحاج سيد عاوز اقعد معاك. طب نيجي لك امتى؟ اتفقت معاه، جابوا لي عربيه، رحت بورسعيد. الراجل قابلني مقابله كويسه جدا. كان معايا واحد قريبي برضو، اشرف عبد الله، كان لاعب النادي المصري، هو اصلا قريبي، وقعد معانا القعده دي. فقعدنا وقال لي انت هديك مثلا 150 في 3 سنين، وهجيب لك شقه، وانت تجي لي الاسبوع الجاي هديك عربون 20,000 جنيه. يعني عرض خيالي جميل جدا. جدا اه جدا. لا بس ساعتها برضو يا يا ناصر، ريت يا ساعتها ناصر معلش، مم. هو بيتكلم برضو واحد كان جامد في الفتره دي الحمد لله، يعني واخد بس احسن. ينفذ. انا عاوز بس اقول حاجه، لان انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. اه 95 96 احسن لاعب كنت في احسن مصر. لعيب طالع جديد في مصر. ايوه ده معروفه. نص ملعب. 95 95 96 احسن لاعب وسط ملعب في مصر. برافو عليك. مم. فالراجل بيتكلم معايا لان هو انا اصلا اصلي، انت اضافه كبيره جدا انا اصلي لمصر. بورسعيدي، اه فاهمني؟ بس احنا جينا المنصوره وايام التهجير وبتاع كان، فهو عارف ان انا بورسعيدي. هتوافق. فالراجل مم. سيد متولي عاوز يجيب صفقه كبيره عشان يبقى جامد يعمل جدا في بوم بورسعيد. بقى برافو عليك. بالشعب البورسعيدي. المهم جيت له بعد اسبوع، رحت له انا بقى بال 28 العربيه. ما اتباعتش ما الحمد اتباعتش لله. لا. اه رحت قابلته، لقيته قال لي لا احنا هيبقى 100,000 جنيه. اه ده غير بقى التفاصيل اللي احنا قلناها. اللي هي ما فيش شقه لا خلاص، اصل مش عارف فاهمني؟ ايه ال 20,000 مش هيبقى والله موجودين. العظيم يا ناصر، حد ربنا سبحانه وتعالى خلاني اقول ايه، حاج ناصر، حاج سيد. سيد، انا مش موقع خلاص، انا بس خلاص. مشيت. كنت مم. زعلان جدا. كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى سايب لك حاجه كويسه. في خير جاي. المهم من بورسعيد لغايه المنصوره وانا سايق بفكر، انت متجوز اعمل ايه؟ اه مفيش فلوس، طب هتعمل ايه؟ وانت واخد شقه مؤقتا ايجار جديد، طب هتعمل ايه؟ طب هتصرف ازاي؟ هتعمل ازاي؟ ربنا يدبرها. المهم مم. رحت نمت. صحيت بقى ربنا سبحانه وتعالى خلاني اصحى الفجر، ابص كده انصر ماشين، لقيت حاجه خضراء، ابص كده لقيت العظيم الله يرحمه عزمي مجاهد، اللي انا الراجل ده الله يرحمه. ليه فضل كبير عليا قوي 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 يا نصر. قال لي بقى ده يا الاسم الخامس، افتكر بس الاسماء. قال لي يا محمد، احنا في نادي المنصوره بندفع الفلوس وبنعد الفلوس اهوت، وخلصت بنخلص الاستغنى بتاعك. لو انت مكاني تعمل ايه يا نصر؟ ازغرط. زغط. بقول لك ايه، ده انا صحيت البيت كله. قلت له انا في طريق بالقاس، هو كان الكابتن عزمي من المنصوره. قال لي خلاص انا هستناك هناك، بعد ربع ساعه انزل لي عشان تمضي لنا بتاع كده. مين كان فاكر مين كان فاكر مع الكابتن عزمي مجاهد؟ كان مصطفى الرموزي راجل اعمال، اللي هو خلص صفقه انا وتامر بجاتو، اه كان المحامي بتاعه. وكان الكابتن محمود سعد كان قاعد وراه، وكان عزمي مجاهد الله يرحمه. يبقى برضه الدكتور محمود سعد له دور. طبعا اه وعزمي مجاهد له دور، اه ومصطفى الرموزي له دور، ان الراجل هو اللي شال الصفقه، هو اللي هيمول. هو اللي دفع اه 300,000 جنيه لي انا وتامر بجاتو. انا 200,000 وتامر 100، كانت 100 200,000 و100 كانوا جامدين. في حد راح معاكم زي المره اللي فاتت عبد الظاهر السقا كان على البيعه، هنا كان في حد على لا كان اه كان تامر
كان مسمع بصراحه. فالراجل دخل في الصفقه علي انا وعلى تامر. بس طبعا كنت انا منتخب، كنت في الوقت ده عالي جدا. فطبعا نادي المنصوره طلب 200 و100 لتامر بجاتو. تامر بجاتو برضه 100 كانت جامده قوي، و200 كان جامدين جدا. فروحنا احنا الاثنين 300,000 جنيه. وقفنا عند الزمالك. نبدأ بقى قصة الزمالك. وكان عندنا وانت في منتخب مصر كابتن حازم إمام ليه دور، والكابتن حمادة إمام الله يرحمه ليه دور. عايزين نعرف الجانب ده. طبعا دور كابتن محمود سعد وكابتن أمير عزمي مجاهد. اتفضل يا كابتن. بص، هو طبعا لما كنا في جنوب افريقيا طبعا الكابتن حماده كان هو المعلق على البطوله يعني. فحازم امام كان معانا في الفريق. كان المستر كور كان خده من المنتخب الاولمبي. كان المنتخب الاولمبي كان المستر كور كان مشرف عليه، وخد بطوله افريقيا. كان منهم علي ماهر وحازم امام، وكانت لعبه جامده جدا يعني. فحازم كلمني، كان عارف برضو موضوع الاهلي. فطبعا عارف ان الموضوع الاهلي ما كملش يعني. فقال لي ايه رايك اكلم بابا تيجي الزمالك. حازم طبعا لعب ضدي يعني، واحنا في الزمالك شاف مستواك. لعب ضدي، لا لعب ضدي كمان في كاس مصر اللي احنا طلعنا الزمالك. ولعب معايا في المنتخب. فعارف ان انا المستوى، عارف المستوى. فراح كلم كابتن حماده. كابتن حماده قال لي يا محمد بجد انت عاوز تيجي النادي؟ قلت له كابتن حماده انا اصلا من صغري وانا زملكاوي، وانا بحب الزمالك جدا. لان انا كنت بعشق الزمالك، والزمالك كان بيخسر. الزمالك كان بيخسر، كان خلاص كان الواحد بيعيط يعني. لكن عاوز اقول لك على حاجه، لو انت جالك اي نادي الاهلي او الزمالك هترضى بيه يعني. انت حتى لو انت زملكاوي وجالك الاهلي قبل ما الزمالك يكلمك، انت بالتالي هتوافق. وفي لعيبه كتير كده، انا مش عاوز اذكر اسامي. في لعيبه كانت اهلاويه ولعبت في الزمالك، في لعيبه زملكاويه ولعبت في الاهلي. طب ما تقول لنا اسماء. لا انا ما اقدرش لا ذكريات يعني انا ما اقدرش ذكريات. ما هو ذكريات بس برضو اللعيبه دي تقيله في الفرقه يعني بركات كان بيحب الزمالك جدا وراح الاهلي. خالد بيبو في لعيبه لكن انا برضو ما اقدرش اتكلم ليه، لان هو دلوقتي بقى نجم النادي بتاعه. فاهمني؟ فما اقدرش اقول ان ده كان خلاص بركات زملكاوي والناس عارفه. وائل اباني وسباك يعني هو انا وشيكا راح ومضى كويس، كانش في نصيب يعني. كويس بس خلاص الراجل له ذكريات بقى خلاص. عمل نجوميه في النادي بتاعه. فليه مش عاوزين نقلب برضو الجمهور يقول لك ده كان اهلاوي وكان زمان. لكن انا بتكلم انت في الاول والاخر لعيب اقاليم، بعيد عن الاهلي والزمالك لعيب اقاليم. لو جالك فرقه الاهلي او الزمالك شهره هتروح. فاهمني؟ وهتعمل بدام. لكن لو في الاهلي، لو الزمالك والاهلي، لا انا هختار الزمالك. لو الاثنين العرض، انما لو واحد بس لو واحد لا انت غصب عنك هتروح. لان طبعا شهره. رحنا الزمالك. كابتن حماده كلم من الدكتور كمال درويش ونزلت بقى المنتخب. الناس زي ما احنا اتفقنا بقى ان الكابتن عزمي مجاهد وكابتن محمود سعد وكابتن محمود سعد ومصطفى الرموزي ومصطفى الرموزي. لكن طبعا في شغل اتعمل يعني الناس كلموني وبداوا يتكلموا مفاوضات مع النادي المنصوره وخلصوا من الزمالك. طيب خلينا اقول للمستشار مرتضى منصور نقول كلمه حق، كان له دور برضه طبعا. لان الراجل ده انا مش ناسيله. ان انا اول ما جيت نادي الزمالك رحت كان اللي ماسك اللجنه كان طبعا جلال ابراهيم. اللجنه المستشار جلال ابراهيم خلاص الانتخابات، وفي لجنه مؤقته. لا لجنه مؤقته لغايه ما الانتخابات. تمام. فكان في الكابتن عبد الكريم صقر. طبعا دخلت له قلت له انا كذا كذا محمد كمونه لاعب نادي المنصوره. فبص لي كده وقال لي طب بس انا مشغول خليه. ما كانش المقابله على المستوى. لا المقابله مش كويسه يعني. مش عاوز اقول يعني المقابله ما كانتش انا زعلت واتضايقت. فقمت واخد نفسي ومروح المنصوره. وما كانش في تليفونات بقى. وبعدين قعدت بقى وكبرت دماغي. قلت ابسط حاجه بقى مش رايح، وممكن بقى اروح العب في اي نادي وخلاص جنبنا. فكلمني سياده المستشار وقال لي انت فين يا محمد؟ قلت له حصل كذا كذا كذا. قال لي طب تعالى. قال لك حصل كذا كذا كذا.
انا قلت له حصل ان انا قابلت كذا واتقابلت مقابله مش كويسه، فقال لي طب تعالى. تعال. رحت عشان تبقى تعرف بس ان هو انا بحبه، لان هو راجل انساني من الدرجه الاولى. لا عشان هو له دور كبير يرضيني، جدا في نادي الزمالك. عشان هو يرضيني عمل ايه؟ اه قام بعت رمضان بتاع اوضه اللبس قال له هات تيشيرت للكابتن محمد، وقام ملبسني التيشيرت والفرقه بتتمرن، عمالقه، فريق الاحلام بيتمرن. وطلعت المدرج اتصورت معاه واتصورت مع الجمهور، والجمهور قاعد ينادي باسمي و ونزلت بقى منشطة نزل على منشورات الجمهورية جامده والأخبار جدا. بص والأهرام، يا ناصر، عاوز أقول لك ووصل حاجه. المنصورة. اول وانا ماشي مروح للمنصوره كنت في السماء، لانك انت كنت الاول كنت زعلان ودلوقتي لا حاجه. اه بتروح راح النادي اللي انت بتحبه، بلبست التيشيرت بتاعه، الجمهور بيتصور معاك، رئيس كان عضو مجلس اداره كبير قوي ومستشار مرتضى منصور المسمع، وكان حاجه كبيره جدا، بيتصور معاك وبيرضيك. فبالتالي انت كنت مبسوط جدا مع انك انت كنت منتخب. لكن انا بحب التقدير جدا طول عمري يعني. وبعدين ما بحبش المكان، يعني ممكن مثلا ابقى موجود في مكان بس ابقى مخنوق منه ما اقعدش ثانيه. ممكن ابقى في مكان ببقى مبسوط فيه حتى لو هاخد مليم، يعني هاخد فلوس قليله مش ببقى مهم الفلوس مش قد مهم. التقدير يعني. برافو عليك، انا طيب كده. خلينا ننتقل بقى احنا دربنا اوتوفيستر ودربك كرول ودربك كابرال. هناخد هزيمة ال6-1، لأن هي برضو في كواليس ليها كتير جدا الناس ما تعرفهاش. كان بطلها اوتوفيستر. اه طبعا. فعايزين نفهم الجمهور برضو الأول اللي في المباراة ال6-1 كان قبليها الزمالك كسب الأهلي وبعديها الزمالك كسب الأهلي، يعني كسبوا مرتين في وسط. والأهلي في السنة ديت ما خدش ما حاجه خدش ولا بطولات. خد دوري ولا الزمالك خد كاس سوبر وخد كاس مصر. كاس السوبر المصري وكاس والدوري خده الإسماعيلي. خد الاسماعيلي. كلمني عن 6-1 لأن هي فيها كواليس الناس ما تعرفهاش. بص في الاول احنا كان عندنا مباراه مع الاتحاد السكندري، والاتحاد كان ساعتها في اسكندريه، كان فرقه جامده جدا. كسبنا المباراه دي 2-1، وانا كنت ساعتها بلعب في نص الملعب، والكابتن ابراهيم حسن جاله شد في الخلفيه فطلع وانا لعبت باك رايت. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 2-1. طبعا الفرقه اللي زي دي لو دخلت في ماتش الاهلي والزمالك هتدخل واحد او اتنين بالكتير، اه عشان خلاص الانسجام استقر كويس. على التشكيل. وانا خلاص في المعسكر انا هلعب يعني فاهم. وبعدين لقينا في المحاضره بعد ما اتغدينا، جينا في المحاضره لقينا الراجل جاي يعني حمرا، مش مركز. ما نمش ما نمشي مش مركز يا ناصر اول مره. ما نمش ولا كان لا الله اعلم، بس انا بقول لك راجل مش طبيعي في اليوم ده، مش طبيعي. دي قال لك انا هكسب النادي الاهلي سكور، انا مش عاوز ادافع، مش بعض النجوم زي حازم امام قالوا اللي هو في اليوم ده ما كانش كانش طبيعي. ما كانش طبيعي توفستر، وكان عنده غرور بالاضافه اللي هو كان اعتقد بقى سكران او ما نمشي او مش، بس هو في الغالب ما كانش طبيعي بحاجه يعني فيها شرب او كده. بص خلي بالك. خلينا انا معاك. خلينا اقول بعض الكلام اتقال. احنا عايزين اوضه اللبس في اليوم ده، والراجل ده كان بيفكر ازاي، لان برضه في تحفظات من كابتن حازم وكابتن احمد رمزي ما قدروش يقولوها، عايزين نعرفها منك. بص يا مثلا انا زي ما انت قلت كلمه حلوه. الراجل ده كسب الاهلي مرتين فاتغر. فهو راجل جه قال لك اولا حط طريقه 4-4-2 اول مره في الدوري المصري. كانت جديده. الحاجه الثانيه قال لك انا مش عاوز ادافع، انا عاوز هكسب النادي الاهلي سكور. الغرور وصل ان انت هتكسب النادي الاهلي سكور. الانديه الكبيره في الماتشات الكبيره من الاهلي والزمالك ملهاش مقياس. انت ممكن تبقى انت، وبعدين احنا كنا ساعتها كعبنا عالي على النادي الاهلي، يعني كل الراجل ده قابل النادي الاهلي تعادل معاه وكسبه، وكسبه مره ما خسرش منه، ما خسرش منه. وكان عامل سكور كويس قوي. وبعدين كان معاه فرقه جامده جدا. فالراجل لما جه قال لك انا هلعب 4-4-2 وجاب 3 لعيبه كانوا بره السكور خالص، بقى لهم شهرين 3 ما يلعبوش. كان محمد ابو العيله بقاله فتره كان مصاب، وكان جمال حمزه بقاله فتره، وكان محمد عبد الواحد كويس، ولعب تامر عبد الحميد على خالد بيبو مان تو مان. فانت كده بتطلع
اللعيب الملعب. الاساسي اه بتطلع اللعيب الاساسي اللي هو بيدافع كويس، طلعته بره نص الملعب، وانا كنت المفروض ابدا، قعدني بره. فطبعا كانت من هنا كابتن احمد رمزي، كابتن عصام مرعي احقاقا للحق، قعدوا يتكلموا مع الراجل كتير قوي، وقعدوا يقولوا الكلام لا ده ما ينفعش. ما ينفعش، اه احنا مش هنلعب 4-4-2 وبس. لكن في الاول والاخر هو قراره. قراره ايوه عشان كويس. كده بقول لك هو بطل الحفله لحد 6-1 وجالك الملحن نادر نور. خدت التذاكر، كنا جبت له تذكرتين، اه هو واحد صاحبه يعني. قلت له يا نادر، وده كان زملكاوي تحفه يعني، بيحب الزمالك جدا يعني. فقلت له يا نادر خد التذكرتين اهوت، ويا ريت ما تروحش المباراه، لان هتبقى في فضيحه النهارده. يعني التشكيل غريب يا ناصر، كله هجومي، وانت بتلعب برضو النادي الاهلي فرقه جامده ساعتها، وانت كنت للاسف في الايام دي قبل 6-1 كنت انت المتصدر الكره في مصر. يعني انت كل ما بتقابل الاهلي بتكسبه او بتتعادل معاه، وعامل شغل كويس جدا بالكره كده، كنت راكب النادي الاهلي، او كنت آم، آه، اعلى من النادي الاهلي في الوقت ده. فطبعا قلت له الكلام ده، فقال لي استغرب جدا. هو راح المباراه. عاوز اقول لك انت مين بقى اللي قاعد بره يا ناصر؟ مين اللي قاعد على الدكه؟ عبد الواحد السيد، اعوذ بالله من كلمه، انا محمد كمونه، وليد عبد اللطيف، مدحت عبد الهادي، عبد الحليم علي، احمد صالح، وائل اباني. يعني فريق الاساسي فرقه جامده آه. جدا 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 جدا. استغربنا جدا، انت بتفضي نص الملعب. يعني انت المفروض المفروض انا بلعب بنص الملعب، كنا احنا بنلعب انا وتامر، واحنا اول فرقه عملت 2 في نص الملعب في ديفندرز. مصر. بعدها بقى كان حسن كان بعدها شوقي حسن مصطفى وحسن مصطفى بعدنا يعني. محمد جوده كمان. محمد جوده ساعات كان بيلعب. ف... فطبعا انت في الدقيقه 28 دقيقه 3-0 3-0، واحنا خلاص احنا بعد المباراه ما خلصت قعدنا ربع ساعه، قعدنا ساعه او ساعه ونص او ساعتين في اوضه اللبس، ما بنكلمش حد، ما بنكلمش، لدرجه ان احنا قلنا لاحمد رمزي، قلنا له احنا مش هنروح بيوتنا لان انت مغلوب 6-1 والجماهير مش هيسكتوا، هتحصل مشكله زي ما بتفرقوا فيا ريت زي ما هيزعلوكوا يعني. طب قلت له يا ريت، وكلنا قلنا يا ريت نطلع معسكر في الاسماعيليه، لان بعدها عندنا مباراه في كاس مصر مع القناه، احنا مش هنروح بيوتنا، احنا بيوتنا هنتبهدل يعني. هنتبهدلوا. طلعنا ورحنا المعسكر، قعدنا بقى طبعا كابتن احمد بدا يتكلم معانا، وجاي محمود سعد بعدها انضم للفريق. ما مشيش بعد الماتش ده، كان المفروض يمشي لكن اصر الكابتن محمود سعد ان هو يبقى موجود. اكيد بقى ممكن يعرف منه حاجات وبتاع الكلام ده برضه. بس الفتره دي كابتن محمود سعد بدا يتكلم معانا معنوي، وبدا يتكلم كويس جدا. بدانا نخش التمرين، كسبنا النادي القناه، وبعدين رجعنا لعبنا النهائي كاس مصر ضد البلديه اللي عبد الحليم جاب الهدف. وخدنا بطولتين في السنه، رغم كده خدنا بطولتين في السنه دي، خدنا السوبر المصري وخدنا كاس مصر. النادي الاهلي خلي بالك، النادي الاهلي في السنه دي رغم ان هو كسبنا 6-1 كان موسم صفري، ما خدش حاجه. الدوري اسماعيلي وكاس مصر والسوبر الزمالك. طيب احنا اتكلمنا على عبد الحليم علي، فرصه بقى ان احنا كنت في الوقت ده انا كنت متابعكم جدا، كنت عاملين قهوه اسمها قهوه الفلاحين او شله الفلاحين. وكان بيتزعمها كابتن محمد كمونه وكابتن عبد الحليم علي. احكي لنا. وفليكس قال كان فليكس بيقعد معانا. بص انا اقول لك على حاجه، هو طبعا كان اللي كان مجمعنا كان احمد صالح. احمد صالح بيحب الحاجات دي قوي، نجم مصر اليمين ده اخويا وحبيبي وصديقي وعشت عمري يعني. وكان بقى وائل الاباني اللي انضم معانا، لان وائل من القاهره، ودخلنا عبد الحليم علي، كان في تامر عبد الحميد، وكان وليد عبد اللطيف، وكان بشير التابع من المنصوره، ايمن مشاري نفس الموضوع. فكان مسمينا قهوه الفلاحين، او اي حد عاوز يشرب شاي في معسكرات يقوم داخل قهوه الفلاحين دي، يلاقي القهوه وتلاقي البسكوت، يلاقي مش عارف ايه. احنا لما بنيجي نسافر ما كناش بناكل اكل اللحوم والكلام ده اللي انت عارف يعني. كنا بنجيب بقى جبن وجبنه
جبنا ريش ريش والحاجات دي الحاجات كل دي حاجه موجوده عند احمد صلاح والمش والحاجات دي كل حاجه. اه. ف... فده اللي كان بالنسبه لنا، كان كل اللعيبه انتوا مارسه بالنسبه حسام لكل حسن اللعيبه. كله كان بيجي يخش الاوضه دي. حسام وحازم، حازم كان بياكل كان المش. بيخش، لا لو كان اللي عاوز يشرب كوبايه شاي، عاوز ياكل لا بص خلي آه. بالك. الحمد لله كان في المعسكرات كان كله لازم يخش الاوضه دي. فده كان ايام جميله جدا. لا في حاجه حصلت برضو، كان عبد الحليم علي لما جه قعد مع فيليكس اول يوم، يعني اول يومين ثلاثه يعني. فبسال انا، دخلت عليهم فبقول له يا فيليكس، انت عارف ان فيليكس كان بيتكلم عربي مكسر يعني، لانه قعد في النادي الاهلي كتير وقعد في مصر كتير. فبقول له ايه رايك، اسلم وبعد كده بقى بدا يتكلم. فبقول له ايه رايك في عبد الحليم؟ قال لي عبد الحليم جود. عبد الحليم يتكلم في التليفون، يشرب شاي بحليب، يفتح التلفزيون ولا له بيقول لي في وقت واحد يعني مش سايب له حاجه يعني. عبد الحليم كان بيشرب شاي كتير. كلنا على فكره، على فكره الجيل بتاعنا كلنا، الوحيد اللي ما كانش بيشرب هو ابو العلا. ابو العلا كان بيشرب شاي بحليب او مثلا حليب بس، لكن ما كانش بيشرب شاي. لكن كل الجيل بتاعنا لا. ما انا بقول لك في السفريات كنا من احلى حاجه، وخلي الجيل ده حاجه كويسه جدا، ان احنا كنا بنجتمع في غرفه واحده وبنقعد بنشرب شاي وبنقعد نتكلم مع بعض. درجه الجلد فيه ميزه حلوه قوي يا ناصر، ان اي 11 لعيب كان بيلعب ما كناش بنزعل، لان كنا بنكمل بعض. لان احنا في السفريات كنا ساعات بنيجي هنا التمرين في مصر هنا، لما بنيجي التمرين الساعه 3 ونص كنا بنيجي الساعه 1 الظهر نقعد مع بعض. طيب خلينا نقول بقى اسماء في حياه كابتن محمد كمونه. نبداها بالكابتن حسام حسن. طبعا. بس قبل ما ابدا بحسام حسن، مين اللي كان معاك في الاوضه مبدئيا كده وانت في نادي الزمالك؟ حسام طبعا قعد معايا 4 سنين ونص. حسام حسن انا اتعلمت منه حاجات كتير، اتعلمت منه الالتزام، اتعلمت منه ان حسام حسن بحجم حسام حسن احسن فيرود في مصر وفي افريقيا، ان كان بيبقى في مباراه بيبقى خايف قلقان ان هو يبقى وحش. ما كانش بينام يا كابتن؟ ما كانش بينام. اول بيبقى قلقان. بقول لك اول ما يبقى يطلع عليه الصبح ينام شويه، وانا اقول له يا بابان انت شخرت شويه، يقول لي يبقى مبسوط جدا، يقول لي انا كده نمت. كان الراجل كنا بنفطر ينزل الجيم يعمل له الاماميه شويه والخلفيه شويه، ويطلع ياخد شاور حلو 100 100 كده ويجهز نفسه للماتشات. عشان كده حسام حسن انا بقول احسن فيرود في مصر هو حسام حسن. يستاهل المنتخب طبعا طبعا. يستاهل. انا ما بحبش بقى النغمه يقول لك اصل هو عنده حماس. لا، ما انت كمدرب لازم يكون عندك حماس، بس عنده خبرات. طبعا. راجل اشتغل مع مديرين فنيين عالميين كتير قوي. كفايه كابتن الجوهري، برافو عليك بامانه يعني. هو خلي بالك هو بيعشق الكابتن الجوهري، يعني الكابتن الجوهري كان بيحب الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. هو متاثر كمان جدا جدا من الكابتن الجوهري. غير كده كمان الراجل اشتغل في المنتخب الاردني وعامل نتائج كويسه. فتيجي انت بقى فزلوك تقول لي اصل ما عندوش فنيات ومش ما عندوش فنيات. لا، انت بتتكلم على نجم كبير، انت بتتكلم على واحد عميد لاعبي العالم. انت بس هو كابتن حسام ما بيحبش الهزيمه حتى في الودي طبعا طبعا حتى في التنس طاوله يعني. في منظر، في حاجه حصلت، كان خالد الغندور بيلعب حسام حسن، فخالد الغندور حريف في التنس الطاوله كسبه، فخالد قال له خلاص انا مش هكمل. طلع ينام بقى او طلع جابه من الاوضه ولعبوا وكسبوا. حتى في السباعي في الخماسي كنا بنلعب حسام ما بيحبش يخسر هو وابراهيم. الغريب ان هما الاثنين ما بيناموش مع بعض. يعني حسام كان قاعد معايا في الاوضه وابراهيم كان قاعد مع مين؟ مع محمد عبد المنصف. فاهمني؟ الناس دي توأم بيحسوا ببعض. يعني في حاجه حصلت، احنا كنا مجموعه مع حسام ومجموعه مع ابراهيم، في ثانيه لقينا الاثنين وقفوا في ثانيه. فبنسال بنقول يقول لك لا احنا طالعين فوق الاوضه. سبحان الله. فالناس دي بتحس ببعض. فعشان كده انت ما تلومش التوأم لما بيجي ابراهيم يجي يتكلم على حسام حسن وحسام بيتكلم على ابراهيم، لان هم روح واحده. محمد صبري، كابتن محمد صبري نادي الزمالك. انا بعشق محمد صبري. محمد صبري انا شايف من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في مصر. راجل شويط، راجل هداف، راجل
كان لعيب هايل جدا. انا شايف ان صبري غلطته ان هو ما احترفش بره. صبري اثر في نفسه. صبري كان المفروض يبقى حاجه. كان مقصر يا كابتن، يعني كان شاب صايع مثلا. طبعا صبري خلي اه بالك متربي في نادي الزمالك، كان بينام في الغرف اللي تحت المدرجات. اه فاهمني؟ صبري كان بص، ما كانش حد بيديره. ده صبري ده لو كان حد بيديره او ما عنده وكيل جامد جدا. اه انا بقول لك صبري ده كان حاجه تانية في اوروبا. بس هو في الاعلام بصراحه لا متميز. انا بحبه. اه انا من مثقف المستوى يعني. الشخصي انا ما كنتش اتوقع ان صبري يبقى في الاعلام كده، لكن بقى حاجه محترمه جدا، حاجه كويسه جدا. وانا خلي بالك بحب اطلع معاه اذا كان هو ولا ابو العلا، لان طبعا آه، اصدقاء العمر. لكن صبري مثقف جدا، وربنا يوفقه ان شاء الله في حياته الاعلاميه ان شاء الله. كابتن خالد الغندور. يا خالد بندق ده الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، بطولات. خد بطولات كتير جدا جدا مع نادي الزمالك. خالد محترم جدا، من بيت محترم. عمره ما زعل حد، عمره ما نفسن على حد. خالد انا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، واستقبلني استقبال جامد جدا لما جيت نادي الزمالك. فخالد من النوعيه اللي هو زي الشوكولاته كده. خالد ما بيزعلش حد منه يعني. كان موجود معاك في اخر ايام حضرتك احمد عيد عبد الملك. طبعا. احمد عيد عبد الملك، كلمنا عنه. مش احمد عيد، هو في الاواخر طلع لنا 4 لعيبه كانوا جامدين جدا. اه طلع ميدو احمد كان حسام 16 ميدو. سنه. اه طلع احمد عيد عبد الملك، وطلع جمال حمزه، وطلع محمد ابو العلا. والاربعه جامدين جدا. احنا كنا فرقه جامده جدا يا ناصر. لما يطلع لك 4 لعيبه جامدين جدا، لا حاجه كويسه. لكن احمد ما كملش في نادي الزمالك لان كان في لعيبه كويسه جدا. فاحمد راح نادي محله، مشى من نادي الزمالك لأن هو كان عصبي يا كابتن، يعني زي ما بنسمع لا عنه. كان هو صغير ما كانش عصبي. اه ما كانش عصبي. لكن احمد من الاول خالص لعيب، بيمسك الكوره تحت رجله، لعيب هايل يعني. لكن انا دلوقتي يا احمد انا بقول له بس في ودنه، انت دلوقتي بقيت مدير فني كويس. العصبيه ملهاش لازمه. انت بقيت مدير فني، لازم تتعامل مع الحكام، تتعامل مع اللعيبه بطريقه كويسه. طيب خلينا نتكلم على يعني ناخد بعيد عن الاسماء شويه. في بعض الاسماء، يعني بعض النجوم اللي انت عشت معاهم، لا خلينا نتكلم نخلص مع سامي الشيشيني، ونبدا نتكلم على العناصر اللي انت دربتها او من النجوم اللي موجوده دلوقتي نزلوا تحت ايدك في التدريب. سامي الشيشيني، كلمني بس الاول عن سامي طبعا الشيشيني. كان معاه في المنتخب، شخصيه محترمه جدا. حتى يبان على سامي ان هو جد جدا وبيكشر الكلام ده، لكن سامي من جواه محترم جدا وراجل جدا، وليه موقف كبير جدا معايا. يعني راجل اوتوفيستر. خلي بالك يا ناصر ما كانش بيحبني. طول ما هو كسبان ما كانش يعرف محمد كمون. اول ما بيخسر يفتكرك. يدور عليا. اه فجيت في مره انا رحت قعدت معاه قلت له انا ليه ما بلعبش. كنت ساعتها ماشي كويس قوي. فقال لي فجي كان في مباراه وكان عمرو فهيم جاله الخلفيه في التسخين. فجي قال لي كده بص باللغه دي، انت عاوز تلعب؟ قلت له عاوز العب. هتلعب النهارده مساك ضد مين؟ النادي المصري. وانت ده مش وانا مركزك مش اصلا. مركزي. اه فسامي الشيشيني قعد يضحك وقال لي مالكش دعوه، اسمع كلامي وانا هخليك احسن لعيب في المباراه. عاوز اقول لك حاجه عشان ربنا كبير. عملت مباراه عالميه. لعبت على عفت نصار وطلعته، ولعبت على كشري وطلعته. والكابتن مدحت شلبي كان بيذيع، قال فيا شعر. قال لك يا جماعه الراجل لعيب كوره مساك، ولعيب كوره بيلعب من تحت وبيباصي وبيعمل مش عارف ايه. بعدها اوتوفيستر لما قعدني 3 ماتشات. طيب نرجع لسؤالنا بقى، اللي هو عندك بعض اللعيبه اللي مشهورين دلوقتي انت دربتهم او كانوا بينزلوا يلعبوا معاك، زي مين؟ يعني قول لنا اسماء كده كده. بص كان ايام جروس كان طبعا الراجل كان بيعتمد على 13 14 لعيب، وانا كنت ماسك ال 97. فمطلوب كل مباراه لازم ينزل 3 3. لعيبه اه بينزلوا معايا. فطبعا كان معايا المرحوم احمد رفعت. ده راجل الله ربنا يرحمه يرحمه، ويسلم ليه. يعني علامه حاجه جميله جدا. اه كان محمد ابراهيم، وكان عبد الله جمعه،
وكان مصطفى فتوح فتحي. ومصطفى فتحي اه وايمن حفني. كان كل 3 مباراه، بس خلي بالك ما كانش بيطلعوا من المباراه اللي بره، كان بيجي المباراه الماتشات اللي عندنا اللي اللي هي بتلعب على على الملعب، الزمالك وكانوا اه بيلعبوا. يعني اه مصطفى فتحي كنا بنلعب المقاولين، عمل مباراه جامده جدا وكسبنا المقاولين 4. هو عمل جاب هدفين وكان كسب الفرقه. زيزو نزل معاك او طلب لا هو ينزل؟ كان بيكلمني برضو عشان هو عاوز مش يلعب. بيلعب، ما ما كانش كانش بيلعب مع بيلعب، بروس خالص. خالص، وكان الراجل ما كانش بالصول خالص، لان زي ما قلت لك كان بيلعب على 13 لا 14 لعيب يعني. فكان بيكلمني، وكان في وقت كان نزل، كان عاوز ينزل يتمرن معانا، لكن طبعا ما حسبش بيل موضوع اه. معانا. كابتن كمونة، لما نيجي نتكلم على موهبة زي أحمد حسام ميدو، اللي هو النهارده نجم الإعلام ونجم الإدارة ومن أحسن محترفين بعد صلاح طبعا. كلمنا على أحمد حسام ميدو، اللي أنت استقبلته إزاي وكان معاكوا إزاي والجيل بتاعكوا إيه اللي قدمه للشباب ده؟ بص، احمد حسام ميدو طول عمره هو بيحب الزمالك جدا جدا. حتى لما كنا بنلعب كان هو بيبقى تبع اللي بيشجعوا نادي الزمالك في المدرجات يعني. فصعد معانا صعد معانا ولعب معانا، وكان في اول مباراه كنا بنلعب البن الاثيوبي، حصلت كده حاجات كده في أثيوبيا في طبعا. اثيوبيا طبعا. اه انت عارف في الأكسجين اثيوبيا، والحاجات دي في اه. اثيوبيا الاكسجين عالي شويه او اقل شويه. فاحنا هو شاب صغير، واحنا طبعا عارفين الدنيا، فكنا بنتمرن واحده واحده، أيوه. وهو قاعد يعمل سبرنتات رايح جاي رايح جاي. قلنا له يا ميدو اهدى على نفسك. اهدى شويه يا ابني، لان هتتعب. المهم المباراه بدات، اول 10 دقائق ميدو راح سبرنت، رجع تاني نام، وديناه المستشفى. اه والله العظيم. لكن هو ميدو تجربته الاحترافية بقى جميله ناجحة. جدا، اه جميله جدا. يعني انت النهارده ما واحد صغير 16 سنه ويطلع تجربه اياكس. انت عارف كان اياكس ده احسن الفرق اللي بتجيب مواهب في العالم. طبعا طبعا. ميدو لعب على اعلى مستوى، لعب في الدوري الانجليزي، لعب في الدوري الهولندي الهولندي، الاسباني. الاسباني. اه لكن ميدو برضو كان محتاج، زي ما قلت لك، محتاج وكيل يعني انا عاجبني جدا محمد صلاح في الوكيل بتاعه. رامي الوكيل عباس. اه عامل له شغل جامد جدا. ميدو كان متهور 16 سنه واطلع لوحدي في اوروبا، والدنيا مفتوحه هناك يعني كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. جدا. لكن اه خلي بالك، بس ميدو عمل شغل كويس قوي، لكن كان محتاج حد يعني في ي... ظهره. لا اه يقول له روح فين واعمل فين، يعني يكون وكيل مدير جامد، اعمال مدير اعمال يفكر جامد له جدا. يخليه يركز في الملعب اكتر وانا من كده. متاكد مليون في الميه ان ميدو خد آه آه قرارات هو مش راضي عليها. لو قعد مع نفسه كده مش راضي عليها. لو استرجع الحاجات اه دي كده ما كانش هيطلع. لكن هو موهبه، لعيب كويس جدا. ميدو ما شاء الله كان 16 سنه، طول بعرض جسم ما شاء الله يعني، وكان م. قوي. وكان اضافه اه طبعا لمنتخب مصر طبعا طبعا والزمالك طبعا. وتجربه احترافيه وبعدين ناجحه يعني. شخصيه جميله جدا. بس انا شايف ميدو عتاب. انا شايف ميدو ان هو لو كان كمل مدير فني كان هيبقى حاجه جامده جدا. هو مشتت، ايوه. بيعمل اكتر من حاجه في وقت واحد. يعني انا برضو زي ما قلت لك، زي ما انت حضرتك قلت ان هو مشتت. م. ميدو كان هيبقى مدرب عالمي، مدرب جامد لو جدا. كمل في اه لا، مسيرة واحدة. برافو عليك. اه طيب طالما اتكلمنا عن المواهب يبقى لو جينا نرتب احرف ناس في مصر او مؤثرين، لو انا قلت لك 5 اسماء ترتبهم لي ازاي؟ وليد صلاح الدين اهلي، ابو تريكة اهلي، حازم امام زمالك، محمد صبري زمالك، شيكابالا زمالك. ترتبهم الترتيب من احسن لحد اقل. انا من وجهه نظري مم. وشايف كان حاجه جامده جدا وهو اثر في نفسه. انا اختار محمد صبري رقم واحد، لان محمد صبري كان جوكر، ممكن يلعب باك ليفت، يلعب في نص الملعب، والكابتن الجوهري طلع كل اللي عنده. يعني عليك انت تتخيل ان صبري 18 سنه او 17 سنه ويلعب ضد النادي الاهلي مع الكابتن جوهري ويجيب هدف في الكابتن شوبير. حاجه جامده جدا جدا. رقم 2 طبعا انا شايف ان حازم كان حاجه. انا بقى لعبت معاه، وكنت انا بدافع وكنت في نص الملعب. انا كنت بستمتع بحازم امام.
لعيب جامد جدا، ممكن يجيب لك جون في اي وقت، بيلعب بشماله بيلعب بيمينه بيلعب براسه. ممتع حازم. ممتع، لا ممتع، لا ممتع، وبعدين موهبه ما فعلا. بيتكلمش كتير. اه لكن حاجه جامده جدا برضو. انا شايف ان شيكابالا حاجه هايله جدا. الكلام اللي بقوله على صبري كان شيكابالا احترف، راح البرتغال واحترف في اليونان. احنا رحنا معسكر في اليونان، الناس بتموت في حاجه، كانت بتموت في حاجه اسمها شيكابالا. لعيب كويس جدا برضو. ارجع واقول لو كان معاه وكيل كان هتفرق معاه جدا جدا. شيكابالا موهبه كبيره جدا، ما حافظش على نفسه كان يبقى اعلى من كده بكتير. طيب طالما اتكلمت على شيكابالا، في موقف مع شيكابالا في اسوان عايزك طبعا تحكوا لي. طبعا. شيكابالا طبعا كان هو، انت عارف ان هو من النوبه اه واسواني. كان عندنا مباراه في اسوان، خلصنا المباراه، وطبعا انت بتستنى الطياره الساعه 9، يعني انت خلصت المباراه الساعه 5، كنا بنلعب 3 الا ربع او 3 الا ربع، المباراه خلصت. فروحنا الفندق نستريح شويه، وبعدين هناخد الطياره نرجع القاهره. فشيكابالا جالنا الفندق، قلنا له يا شيكابالا احنا عاوزين ناكل. ملوحه بقى، وعاوزين نظبط الدنيا ومش عارف ايه. فقال خلاص والله زي ما قلت لك 10 دقايق ربع ساعه، جاب كل حاجه. قعدنا بقى في الغرفه، حتى الحكام جم كانوا معانا، وكلنا اكله كويسه جدا. وده يدل على كرم بتوع اسوان وكرم شيكابالا. يعني شيكابالا من الناس المحترمه. شيكابالا اول ما طلع فريق اول قعد معايا في الاوضه. ولد طيب غلبان كده، ما بيتكلمش. بيحب النادي الزمالك قوي، محترم جدا. انا شايف ان شيكابالا اسطوره بصراحه، يعني اسطوره نادي الزمالك يعني. طيب احنا كده رتبنا لا انا اول وثاني بتكلم برضو، وثالث. لا انا بتكلم اه برضو على وليد صلاح الدين. حاجه، انا عاشرته بقى. لعيب هايل، لعيب كويس جدا، لعيب محترم جدا، ممتع. برضه هو كان مؤثر في نفسه، لان طبعا وليد من الناس اللي هو حاجه حلوه جدا يعني. وطبعا ابو تريكه، ابو تريكه لعيب كويس. لان انا عاشرت ابو تريكه، خلي بالك الناس هتزعل مني، لكن ابو تريكه ابو تريكه وصل 29 سنه او 28 سنه، وبعدين راح النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل ابو تريكه، فاهمني؟ النادي الاهلي ابو تريكه ما كانش ليه وجود، موهبه عاليه قوي قوي في النادي الترسانه، لكن لما جه في وسط لعيبه النادي الاهلي، برضه جيل قوي واه وثانوي ومدرب زي جوزيه والسيستم وكده. بتاع النادي الاهلي والانضباط بتاع النادي الاهلي. بس انت هنا رتبته رقم 5. اه هل ابو تريكه رقم 5 بعد شيكابالا وبعد وليد صلاح وبعد حازم وبعد انا قلت لك يعني شيكا وصبري وحازم وابو تريكه او وليد صلاح، ابو تريكه رقم 5. يعني انا ده من وجهه نظري، لان اه انا لعبت مع الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم. ولعبت مباريات قدام ابو تريكه. لكن انا لعبت مباراه قدام ابو تريكه بس في نادي الترسانه مش في اه النادي الاهلي. يعني انت ما تقدرش تقارن ابو تريكه وهو في النادي الترسانه وابو تريكه في النادي الاهلي. انا كنت اتبطلت وهو لعب من 2008 او 2006 في النادي الاهلي، صح؟ لكن ده ما يقلش من ابو تريكه ومن قيمه ابو تريكه. انا بتكلم في الناس اللي انا شفتهم، كان في ناس احسن منه. برافو عليك. في طيب. الفتره دي. لكن ابو تريكه خلي بالك ظهر في الفتره من 2006، صح؟ مع كابتن حسن شحاته لغايه اما بطل. لكن انا ما عشتش الفتره، انا عشت مع الفتره بتاعتي. انت بتحكم على اللي انت شفته وعشته جوه الملعب. برافو عليك. ولعبت مع وليد صلاح الدين لانه كان بيلعب مع النادي الاهلي، وانا عارف ان هو لعيب كويس جدا. طيب طالما اتكلمنا على ابو تريكه يبقى نتكلم على بركات. طبعا. هل بركات كان في وقت كان جاي الزمالك، هل بركات كان احسن من ابو تريكه والشو كله خد ابو تريكه؟ هو ده يعني السؤالين ده مهمين قوي. بص انا هحكي لك قصه. يمكن سنه 99 بعد كاس مصر قابلني بركات في شارع احمد عرابي جنب البيت، وكلمني وسلمنا على بعض، وقال لي انا عاوز اجي الزمالك، يا ريت تكلم الناس نادي الزمالك. فكلمت كان ساعتها الكابتن حلمي طولان، قال لي يا ريت، بس هو لعيب كويس وبتاع مش عارف الكلام ده، بس احنا جايبين حازم امام وجايبين كان حازم امام في ايطاليا، جاي من ايطاليا، جايبين محمد عبد الواحد، فاهمني؟ فده اللي حصل بينه وبينه يعني.
يعني كان ممكن بركات يجي الزمالك. طبعا. طب وجود محمد أبو واحد ووجود حازم، ايه اللي يمنع ان بركات، ولا يم- بركات كان لسه مش اللاعب التقيل؟ لا، بركات ما كانش اللي هو بركات برضو ظهر شويه في النادي اسماعيلي. الاسماعيلي كويس. انت لو تتذكر ان بركات ما كانش اساسي في ماتش 99 اللي هو بتاع الاسماعيلي والاهلي. لا، الاسماعيلي والزمالك الاسماعيلي في والزمالك، الكاس، اه اسماعيلي ما كانش والزمالك. موجود. اه. فطبعا انا النهارده ابو تريك اسمه بركات ابدع، وسبحان الله ده بتاع ربنا، ان ممكن تبقى انت رايح زي ما احنا اتفقنا قلنا انت ممكن تكون رايح الزمالك، ربنا مفيش ما اراده. فيش اه ربنا اه. عاوزك ان انت تروح النادي الاهلي. له قد حكمه كان ان معينه. بركات بقى نجم النادي الاهلي ونجم مصر، فاهمني؟ اه. وده ما تقلش، لان زي ما قلت لك ما هو نفس الطريقه بتاعت بركات، انا كنت جاي رايح الاهلي وربنا خلاني اروح فين؟ الزمالك. الزمالك. ادعي بقى الكابتن عادل القيعي اللي ما طبعا. تخلكش ضغط. السحر والشعوذه في افريقيا و... ودوره، هل موجود سحر وشعوذه في كره القدم طبعا. زي ما كنا بنسمع من المستشار مرتضى منصور وموضوع كابتن حسن شحاته والناس دي كلها وعصام الحضري؟ هل في سحر وشعوذه؟ طبعا احنا شفناها بعينينا يا نصر في كاس في كاس افريقيا مع كينيا ويندي. احنا شفناها بعينينا. شفنا ان احنا قبل ما نخش اوضه اللبس كان في معانا شيخ من الازهر كان موجود هناك، ما رضاش يدخلنا الاوضه، ودخل قرا ميه بقران والكلام ده، ورش الاوضه كانت بتغلي قدامنا. شفتها بعينيك يا كابتن انت شفنا واللعيبه؟ كلنا. اسال، اه. بص اسال اي لعيب في جيلي هيقول لك نفس الكلام. شفناه بعينينا، ميه بتغلي غليان، والسحر مذكور في القران. تقدر لا لا، ده حاجه، تكذبه؟ ده حاجه لا، اساسيه. فاهمني؟ اه. وساعتها ما قلعناش في الاوضه، قلعنا في الملعب بره، فاهمني؟ وخلي بالك المباراه دي لغايه الدقيقه 38 39 0-0 يخش فيك جونين، هدفين، ولو كان دخل فيك هدف تاني كنت خسرت البطوله، اه 2-0 لان وعوضته. كنا كاسبين هنا 4-1. اه. 4-1 لازم هم يكسبوك 3-0، فاهمني؟ ففي اخر لحظه دخل فينا جونين في الدقيقه 38 39، لدرجه ان احمد صالح بيقول لي واحنا في المباراه، بيقول لي احنا كده خسرنا البطوله. قلت له خسرنا البطوله ايه؟ لسه فيها. لسه في عاوزين نموت نفسنا عشان اه. نطلع بالبطوله، لو دخل فينا جول خلاص، فاهمني؟ البطوله دي اللي انتوا خدتوها فعلا 2002. لا، ده 2000. دي 2000. بطوله افريقيا بقى 2002. طب سريعا كده، بطوله افريقيا واللي غايب عن الزمالك من 23 سنه، ايه الفرق بين اللي الزمالك خدها في 2002 بالجيل الذهبي ده ومش عارف ياخدها لمده 23 سنه؟ ارجع اقول لك ان كان في جيل عظيم، جيل كويس جدا جدا جدا. انت كنت بتلعب في مجموعه جامده جدا يا نصر، في معاك الترجي واسك ومازيمبي، فرق جامده جدا، ان انت تطلع الاول والترجي يطلع الثاني، وتلعب الرجاء وتكسب، تتعادل هناك 0-0 وتكسب عندك 1-0 بجون تامر عبد الحميد وتاخد البطوله. لكن انت من الاول والاخر، انت لا، انت رايح من اول دقيقه بتكسب اسك 3-1 وعبد الحليم يجيب 3 اهداف، تروح مازيمبي تكسب تتعادل 1-1 كويس، تروح الترجي تكون كسبان 1-0 الجون حسام حسن، هم يتعادلوا معاك وتيجي تكسبهم هنا 1-0، وتلعب بقى الرجاء تتعادل هناك 0-0 وتكسب هنا 1-0. لا انت يعني البطوله معروفه من الاول خالص ان بتاعت نادي الزمالك بلعيبه نادي الزمالك. ايه اللي ناقص الزمالك الفتره الجايه عشان ياخد البطوله؟ الهدوء، الهدوء، ويختار اللعيبه الصح، ولازم يبقى في انضباط. بص احنا بنتكلم على الفتره بتاعتنا، الفتره بتاعتنا كانت فيها استقرار وانضباط في بطولات. مفيش استقرار وانضباط في نادي الزمالك عامه، مفيش بطولات. صح ولا غلط؟ صح. انت دلوقتي جيل محترم، وانا اعتقد ان الثلاث اربع صفقات اللي جون ادوارد جابهم الاخير، لا لعيبه كويسه جدا. اتمنى ان احنا المصلحه كلها لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك عشان نفرح جمهور نادي الزمالك. وجه نصيحه لنجم انت بتحبه في نهايه اللقاء.
طيب نجم قديم ولا جديد؟ لا جديد. انا بتكلم على فتوح. احمد وانا فتوح. انا دربته. شخصيه محترمه جدا ولعيب كوره جامد جدا. وانا شايف ان هو من احسن باكات ليفت في مصر ولاعيب هايل. انت دلوقتي بقت اسم كبير، يعني كل خطوه بتمشيها او بتعملها اتحسب عليك. في الاول والاخر هتلعب 10 سنين 5 سنين 8 سنين، في الاول والاخر الاسم هو اللي باقي. صح ولا غلط؟ ده حقيقي. يعني في ناس اعتزلت وبطلت. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على حازم امام، حد يقدر يتكلم على حازم امام لا وحش؟ لا لحد دلوقتي سيرته ومسيرته صح ولا لا؟ كويسه جدا. فانا بقول لك يا م. فتوح، في الاول والاخر انت في يوم من الايام هتبطل. ده الناس تقابلك بعد ما تبطل تاخدك بالحضن وتبوسك وتعمل لك سلام، او بعد ما تبطل ما حدش هيسلم عليك اصلا. في ايه؟ ان انت لعيب كوره معروف، وانت في مكان اي لعيب اي حد في مصر يتمنى يبقى موجود. في اخر اللقاء بس انا عاوز اقول حاجه بس يا نصر. اتفضل. احنا عاوزين نتكلم على نسترحم على 3 انا بعزهم يعني توفوا. اتفضل يا كابتن. كابتن عز الرجال طبعا، ده منصوره، نجم كابتني. المنصوره. كابتني الله يرحمه، وتوفى بقاله دخل على 60 سنتين اهوت. ده من ارجل الرجاله في الكوره تلعب. وطبعا الكابتن محمد السيد الله يرحمه بتاع جمهوريه شبين، اللي جه نادي الزمالك وتوفى وهو صغير، وطبعا كان عنده طموح. والكابتن الكبير الله يرحمه ويحسن ايديه احمد رفعت، اللي انا بقول عليه من انظف الشخصيات اللي واحد اتعامل معاها. مفيش سيره بتيجي الا لما كله بيشكر فيه. ربنا يرحمه ويرحمهم كلهم ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن كمونه على كل الاسرار والفضفضه ديت، واستمتعنا معاك بحلقه جميله. واتمنى ان احنا نبقى عندنا حلقات تانية مع ان شاء الله. حضرتك. وكل الشكر لحضرتك. وبرنامج حنكش طلع اخبار واسرار وفضفضه مع نجم مصر ونادي الزمالك ومنتخب مصر. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله.